في حاجات بنسمع عنها بنفتكرها أفلام، بس المرة دي الحكاية بجد. ابن فنان كبير، خناقة في نادي مشهور، بلاغ في الاسم، ومحكمة تحكم بإيداع طفل في دار رعاية. إزاي؟ وليه؟ إيه علاقة محمد رمضان باللي حصل؟ الناس اتقسمت والرأي العام ولع، وكل واحد شايف الصورة من وجهة نظره. استنونا في الحكاية الكاملة اللي فيها تفاصيل أول مرة تتقال. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا ميستري نيوز وتعملوا لنا لايك وشير وتشاركونا بآرائكم في التعليقات. من أول ما دخل الساحة ومحمد رمضان عامل دوشة، ناس شايفاه نجم وناس شايفاه بيبالغ، بس اللي أكيد إنه دايما في قلب الحدث وعليه الأضواء. وبرضه في نفس السنة نزل فيديو ليه في غرفة قيادة طيارة خاصة. إيه اللي حصل؟ الطيار أشرف أبو اليسر اتفصل من شغله ورفع عليه قضية، والمحكمة حكمت بتعويض 6 مليون جنيه. القضية كانت صعبة خصوصا بعد وفاة الطيار، وساعتها الناس شافت إن محمد رمضان غلط حتى لو كان من غير قصد، وقالوا إن الراجل من قهرته مات وسايب طفل صغير. كل ده بسبب استعراض محمد رمضان. رمضان بيحب يستعرض عربيات أحدث موديل، طيارات، ساعات، ذهب، وكل حاجة بيلمع بيها. في ناس بتشوف إنه بيحفز الشباب، وناس تانية شايفاه بيستفز الناس الغلابة، بس هو شايف إنه بيحب يظهر للناس نعم ربنا عليه من عربيات وساعات وطيارات، وبيقول إن ده رزق ربنا اللي مديهوله، وبيحب يفتخر بده قدام جمهوره وعلى طريقته الخاصة. حفلاته فيها استعراضات، رقص، لبس غريب، وأحيانا بيكون شبه عريان. في ناس شايفة إنه بيقلد الغرب، وفي ناس تانية شايفة إنه بيحب يطلع بإطلالات مختلفة. علاقته بزمايله، دايما بيدخل في مشادات مع ناس زي باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، عمرو مصطفى، وكل مرة الناس بتسأل غرور ولا ثقة زيادة، بس في الآخر دايما بيقول أنا نمبر 1، وده مش غرور، دي ثقة في ربنا وفي نفسي. أما عن حياة محمد رمضان الخاصة، محمد رمضان اتجوز أول مرة سنة 2008 من سيدة محجبة، واستمر الجواز 4 سنين وخلف بنته الكبيرة حنين. لكن في 2012 حصل الطلاق، وفي نفس السنة اتجوز نسرين أبو النجا، وده خلى ناس كتير تنتقده وتقول إنه ساب مراته الأولانية بعد ما بقى مشهور. مع نسرين خلف ولد وبنت، ولسه الجواز مستمر لحد دلوقتي، مع إن في إشاعات ظهرت إنهم انفصلوا، بس هم نفوا الإشاعة. محمد رمضان قال إنه مش بيحب مراته تشتغل في التمثيل، وبيفضل إنها تركز على البيت وتربية الأولاد، وده خلى بعض الناس تشوفه متحكم زيادة. رمضان نشر صورة مع ابنه الصغير وتعرض لتعليق عنصري من أحد المتابعين. رمضان رد بقوة ودافع عن ابنه، وقال إن فخور بلونه وبابنه. يمكن ده السبب اللي بعد كده حب يعلم ابنه ويقول لازم تاخد حقك بدراعك، احنا صعيدة، وده خلى الولد يدخل في مشاكل كبيرة. تعالوا أحكي لكم بالتفصيل. الموضوع بدأ في مارس 2025 لما ست راحت اسم شرطة أول أكتوبر وقدمت بلاغ بتتهم فيه علي ابن محمد رمضان اللي عنده حوالي 10 سنين إنه اعتدى على ابنها عمر عنده 11 سنة جوه نادي نيو جيزة في الشيخ زايد. إيه اللي حصل؟ حسب كلام الأم احنا ما شفناش حاجة. علي دخل حمام النادي مع ابنها وقفل عليه الباب بكرسي وبدأ يضرب فيه جامد لحد ما الولد طلع بكدمات جامدة في وشه. الناس اللي كانوا موجودين في النادي شافوا اللي حصل، وكمان في فيديوهات بتأكد الموضوع واترفعت لمحكمة الطفل في 6 أكتوبر. أسرة الطفل اللي تعرض للأذى قدمت طلب تعويض مدني مؤقت ب1,000,000 جنيه عشان الضرر النفسي اللي حصل لابنهم بسبب الرعب والخوف اللي سببه ابن محمد رمضان. رغم اللي حصل، الأسرة رفضت تماما أي تصالح مع محمد رمضان أو ابنه، ومحاميهم أكد قبل كده إنهم مكملين في الإجراءات القانونية ومصممين ياخدوا حق ابنهم ويحاسبوا كل اللي ليه دور في اللي حصل عشان العدالة تاخد مجراها. المفاجأة بقى، القضية كبرت ووصلت للمحكمة، واللي حصل كان صدمة للناس كلها. القاضي قرر إن علي ابن محمد رمضان يتحجز في دار رعاية اجتماعية من غير ما يحدد مدة. طيب رمضان نفسه كان فين؟ في شهود قالوا إن محمد رمضان كان موجود وقت اللي حصل، وبعضهم بيقول إنه شارك في الاعتداء على الولد التاني، أو على الأقل كان ساكت وما منعش اللي حصل. بسبب كده المحامي بتاع الطفل المجني عليه طلب إن القضية تتحول من محكمة الطفل لمحكمة جنح عشان ممكن رمضان يبقى متهم. الموضوع بيكبر وبيوسع بشكل كبير. النيابة استدعته أكتر من مرة عشان يسمعوا أقواله، لكن ما راحش ولا مرة، وده ممكن يخليه يتورط أكتر لو ثبت إنه كان عارف وساكت. محاميه قال إن الولد كان تعبان نفسيا وحصلت له نزلة معوية، وكان خايف جدا من إنه يروح المحكمة، فده كان سبب غياب قوي جدا بالنسبة لعيلة رمضان. الموضوع اتنشر في كل الجرايد والمواقع زي المصري اليوم، سكاي نيوز، CNN بالعربي، كلهم اتكلموا عنه، خصوصا إن ناس كتير
كتير شافوا القرار ده أول مرة يحصل مع ابن فنان مشهور بالشكل ده. الناس على السوشيال ميديا اتقسموا، ناس بتقول القانون فوق الكل وإنه لازم يتطبق حتى لو ابن فنان، وناس شايفة إن ده طفل وما ينفعش يتحط في دار رعاية بالشكل ده. بس خدوا بالكم، لسه في فرصة يعملوا طعن على القرار، بس لازم يستنوا الصيغة الرسمية للحكم. في الآخر تفضل الحكاية دي علامة استفهام كبيرة. هل ابن الفنان لازم يتحاسب زيه زي أي حد، ولا الشهرة ممكن يكون ليها تأثير؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. الحكم كان عادل؟ ولو كنت مكان الأب أو الأم كنت هتتصرف إزاي؟ إحنا مستنيين ردودكم.